بيخاف من الحسد ومش معاه غير 4000 جنيه وبيركب تاكسي. نجيب ساويرس واحد من أكبر المليارديرات في الوطن العربي طلع يكشف سر عن حياته لأول مرة. ساويرس قال إنه لسه بيركب تاكسي عادي جدا لما بيكون مستعجل أو السواق بتاعه مش موجود، وبيقولوا إنه بيعمل كده علشان يفضل فاهم الدنيا ماشية إزاي ويسمع من السواقين أحوال البلد والناس بعيد عن حياة الأصول والشركات. والمفاجأة اللي قلبت السوشيال ميديا لما اتسأل محفظتك فيها كام دلوقتي. ساويرس قال إن محفظته ما بيشيلش فيها غير 4000 جنيه بس، الاسعار بتاعت دلوقتي على الاقل فيها مثلا 4000 جنيه يعني. وده مبلغ بيشيله علشان يقابل بيه أي ظرف طارئ أو لو قابله ولد صغير محتاج مساعدة في إشارة. الغريب إنه صرح إنه بيخاف جدا من الحسد لدرجة إن صور العائلية وصور ولاده ما بيرضاش يحطها في المحفظة ولا يظهرها للإعلام. اطلع صور ولادي في الاعلام ولا في اي حاجه. بتخاف من الحسد؟ بخاف. سويرس شايف إن الثروة مش بالمنظرة ولا بعدد العربيات اللي في الجراج، وإن الأهم من كل ده هو القناعة.